هاد العالم كاين ناس قصصهم كتقلب المفاهيم، ناس تحداو المستحيل ووراو لينا ان حدود الانسان ما كايناش في المخيل ديالنا. اليوم غادي نحكي لكم جوج ديال القصص حقيقيه، وحده عن طفله غتقص في العزله والظلام ولكن قلبت حياتها للاسطوره، وحده عن واحد شاب لعب بالنوم ديالو والعقل ديالو حتى وصل لحد الخطر. القصه الاولى ديال واحد البنت هيلين كيلر. هيلين تزادت في 1880 27 يونيو في مدينه تاسكومبيا بالامبا. كانت طفله طبيعيه كتجري وسط الحديقه، كتلعب مع الحيوانات وكتتعلم الكلام بسرعه. الوالدين ديالها كانوا فرحانين بها وما كانوش كيتصوروا شنو جاي لقدام. وهي عندها عام ونص جا واحد المرض خطير، الاطباء ساعتها سموه حمى دماغيه. بعد ايام قليله فقدت السمع ديالها والبصر ديالها، العالم كامل تقفل عليها، لا الوان ولا اصوات غير الصمت والظلام. سنين وهي ما كتعرفش كيفاش تواصل، كانت كتستعمل اشارات بسيطه، واذا ما فهمتش شي واحد كتغضب وكتبكي. الوالدين ديالها حاولوا ولكن ما كانوش عارفين الحل. في مارس 1887 معلمه شابه اسمها آن سوليفان. آن ساهي ضعيفه البصر ولكن عندها خبره كبيره مع المكفوفين. بدات كتكتب الكلمات على يد هيلين باش تعلمها ان لكل حاجه اسم. اللحظه اللي قلبت حياتها، آن كتكتب كلمه ماء على يدها وهي كتحس بالماء كيسيل على يد الاخرى، وفجاه فهمت هيلين الفكره. من داك النهار ولات كتسول على كل حاجه، كتتعلم بسرعه، كتقرا وكتكتب بطريقه برايل، وحتى النطق جرباته. في 1900 دخلت جامعه رادكليف وتخرجت في 1904 كأول شخص أصم وأعمى كياخد شهادة جامعية في أمريكا. كتبت أكثر من 14 كتاب وأكثر من 500 مقال. تخيل معايا، انت ما كتسمع ما كتشوف وكتبتي 14 كتاب و500 مقال. هيلين سافرت لأكثر من 35 دولة وكتدافع على حقوق المكفوفين وكتدافع على حقوق الناس اللي ما كيشوفوا وما كيسمعوا والنساء. هيلين تبتت لينا أن الإعاقة الحقيقية هي الاستسلام ماشي فقدان الحواس. القصة الثانية ديال واحد الشخص اسمه راندي غاردن. في كاليفورنيا في 1964 راندي غاردن شاب عنده 17 سنة قرر يحطم رقم قياسي عالمي، يبقى صاحي أطول مدة ممكنة بلا نوم. مشروع للمدرسة ولكن فيه مخاطرة كبيرة. اليوم الأول والثاني كان واحد العيا بسيط، اليوم الثالث المزاج ديالو تقلب والتوازن بدا كيتخلخل. اليوم الخامس ما قدرش يكتب كلمة واحدة صحيحة وما حل حتى شي مسائل رياضية بسيطة. تقول له 1+1 يقول لك 17 وعادي. اليوم السابع بدا كيهلوس، كيشوف أشياء ما كايناش وكيتخيل راسو لاعب كرة قدم مشهور. الأطباء كانوا كيراقبوه لحظة بلحظة. بعد 11 يوم بلا نوم 264 ساعة راندي طاح في النعاس، ما صبرش ونعس 14 ساعة متواصلة. المفاجأة من اللي فاق كان بخير بلا فقدان ذاكرة ولا ضرر دائم. هذا الرقم القياسي ما بقاش مسموح تحطيمه حيت الحرمان من النوم خطر كبير على الجسم والعقل. هيلين كيرر وراندي غاردن جوج قصص كيوريو لنا الوجهين ديال قوة الإنسان. هيلين انتصرت على الظلام والصمت بالإرادة والمعرفة، وراندي تحدى حدود جسده وعقله حتى وصل لآخر خط. القصص ديالهم كتعلمنا أن الإنسان يقدر يوصل لأبعد مما كيظن، ولكن خاصنا نعرفوا الفرق بين الشجاعة والمخاطرة. الإرادة كتقدر تصنع المعجزات ولكن الحكمة هي اللي كتخلي المعجزة تبقى. تهلا.